قناة صوت الناقد. طبعا شهر رمضان كثير منها، حتى عندنا بعض الأحاديث على ما أتذكر أنها تذكر رمضان فقط، لكنه الحديث قال قولوا شهر رمضان، يعني تقديسا لهذا الشهر. أما من قالها عفويا فلا إشكال عليه. ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى. النية هي أمر معنوي، والأمر المعنوي هو في عالم الخيال والوهم. خليني أشرح لك مسألة مهمة جدا، بس خليني أشوف مطالب الصوم كم صفحة، لأنه أنا مع الشروحات الطويلة شوف نستطيع أن نكملها إن شاء الله بحلول شهر رمضان. عندنا بعد شعبان ورمضان. خلي أشوف كم صفحة هذه. واحد في شهر رمضان، يعني هي كلها تقريبا 10 صفحات. لا والله أكثر، سبحان الله. إن شاء الله نحاول أن ننجزها. أي شوف، هي وراها يأتي كتاب الحج، يعني هي تقريبا من صفحة 169 إلى 198. والله يعني أراد لها ركضة. لا، هذا قبلها الاعتكاف أيضا إلى 192. يلا إن شاء الله خير. النية، شوف آصف بن برخية كيف قبل أن يرتد إليه طرفه أتى بعرش بلقيس. هذا هسه قد يقول لي قائل شيخنا شنو علاقة هذا الموضوع اللي أنت تتحدث به بالصوم؟ هسه احنا نريد أن ننهي الصوم بنهاية شهر رمضان. أنت إذا تتحدث لنا عن آصف وتطلع صفح، شي خلصها هذه؟ شوف الجواب على هذا من حقك تسأل، قد يقع في خاطرك هذا السؤال. احنا بالصوم شنو علاقة آصف بن برخية؟ آصف بن برخية عندما أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد، واحد قال له قبل أن تقوم من مقامك، فقال له عفريت من الجن أنا أأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عجيب، يعني تدري شنو؟ يعني قبل أن ترمش صار عندك العرش. شنو هذه السرعة؟ شوف راح أضرب لك مثل. نفس السرعة الآن أنا أستطيع أن أقوم مقام آصف بن برخية، بل أسرع منه. إذا كان آصف بن برخية أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا أجول السماوات السبع والأرضين السبع والكون بتلك قبل أن يرتد إليك طرفك. لحظة، خلص أنا الآن كلها، يعني كلها يعني رأيت كلها، وكنت أجول في كل هذا الذي قلته لكم، السماوات السبع والأرضين والكواكب، بهذه اللحظة. شوف هسه الآن كلها قد جلتها ورجعت إلى مكاني. شلون قدرت أنا هيك أسوي؟ شو هذا إخبال هذا؟ وشنو علاقته بالنية؟ في عالم الخيال والوهم، وأنا أعبر عنه خيالا ووهما، إلا أنه هذه حقيقة. هو مو خيال ووهم.
عند التحرر من المادة تكون أنت بهذه السرعة. لذلك في الآخرة الكلام بالإيحاء، بلحظة يقع في خاطرك الذي يريد، وبلحظة أنت تجاوبه، كل إيحاء. الفهم بالإيحاء، بس تباوعه يعرف أنت، لأنه أنت في عالم خارج عن هذه الأدوات. بالنية، شوف أنت الآن اغمض عينك، اتخيل نفسك أنت تصعد للقمر. شوف لاحظ، اغمض عينك تصعد، وصلت للقمر، شوف رأسا وصل القمر، اغمض عينك رجعت للمكان الذي أنت فيه. بس تفتح عينك، هذه ايش قد تاخذ لها؟ أقل من ثانية، لحظة. هذه عرش بلقيس بتلك اللحظة، لأن آصف بن برخية ما كان مادي، كان في عالم الوهم والخيال، لم يكن ماديا، لذلك استطاع فعل ذلك إخباريا. فنحن إذا جردنا من هذا البدن، نحن حالنا حال آصف بن برخية بالسرعة. شنو الكلام؟ لذلك تشوف عبادتنا كلها نية إخبارية، كلها نية. فأنت النية هنا تأتي بأقل من لحظة، أقل من لحظة أتت النية، لا يحتاج تجديدها وبيانها. مجرد أنت أتيت بها، شهر رمضان كله تصومه، مجرد تعرف ماذا تفعل تحققت النية، لأن النية أمر معنوي، أمر خارج عن المادة. بالنية تجول الأكوان إذا تتحرر من المادة. شوف أنا نويت الآن، شوف لأن النية مرتبطة بعالم خارجي، مرتبطة بعالم الروح والتحرر من البدن ومن الزمان ومن المكان. لأن أنت الآن بس تغمض عينك تخرج عن الزمان والمكان، وهي هذه علة الآخرة وعلة فقد الزمان والمكان. لذلك الله عز وجل هو في اللا زمان ولا مكان، خلق الروح في اللا زمان ولا مكان، ماكو وقت. هذا الوقت وضع لتحديد حياتنا وتنظيمها، ماكو وقت. إنما الوقت أتى، والباري عز وجل قال إن يوم الساعة، هذا يحدد لنا وقت. ترى حتى شلون نفهم احنا، وهي من عدها صار الوقت و24 ساعة وترتيب حتى تتنظم حياتنا والمواعيد والصلاة والمواقيت. وحتى قبل كانت أكو، لكن الساعة كانت تختلف. فالنية تحرر من عالم المادة، النية مجرد تعرف ماذا تفعل تحققت النية. أمر معنوي غيبي له علاقة بعالم الروح، لأن أصل النية في العالم الغير مادي يكون الحديث بالنية. شوف النية يعني شنو؟ أنت تريد شيئا بنيتك، بنيتي أنت تنظر إلى الجارية بالنية. وجنة بلا جواري هم تفيد ما تسوى ترى بصراحة. على كل حال تنظر إلى الجارية خلاص، وهي نظرت إليك وافقت خلاص. وماكو الجارية في الجنة ما أريد أطلع إنه ما تقبل تجيك وعدها ملل وضايجة، ماكو يجي حكي هذا الكلام، ماكو يجي كلام. بالنية هي إرادة تفعل بالقلب إخباري، إذا فعلت بالقلب أقل من ثانية، مجرد تعرف ماذا تفعل خلاص تحققت النية. فهذه سرعة آصف بن برخية كانت مقرونة بالنوى أن ينقل عرش بلقيس، فتحققت النية عند نقله شوف أنا وين أستحنا، وهذا فقه بالله عليك، هذا مو فقه احنا بدنا نتحدث، لكنه فقه. ليش؟ احنا نريد نعرف شنو النية. انت تريد تكون ادق تفاصيل الفقه عندك، مو فقيه من ذول الخربانين، لا انت رجل علم حقيقي. انت
ورجل العلم الحقيقي يكون يعني عارف بتفاصيل أدق تفاصيل العلم والفقه. فالنية إرادة تفعل بالقلب، مجرد ما أنت تعرف ماذا تفعل تحققت النية، ولا يحتاج إلى تجديدها في كل شهر رمضان. يعني مجرد ما واحد يسألك ليش ممتنع عن الطعام والشراب، تقول له صايم. إذا أنت تعرف ماذا تفعل، مجرد أن تعرف ماذا تفعل هذه تحققت بثانية واحدة. أنا صائم، خلاص، ثانية واحدة تعرف ماذا تفعل، لا يحتاج أن تقولها، لا يحتاج أن تلفظها. لذلك تشوف عدم اشتراط اللفظ في النية، لأنها إرادة قلبية وليست لفظية. اللفظ يختلف كالقسم. أخباري القسم، ثقوا بالله العظيم، هذا الذي يحلف كذبا يسلب منه كل معاني التوفيق، ويتعثر ويدفع ثمنا وعقابا لا حدود له. شنو السبب؟ القسم استهتار بقدرة الله عز وجل، استهتار بإرادة الله عز وجل، استهتار بعقاب الله عز وجل. هو ليش خلى القسم الله عز وجل؟ قال له تعال احلف، لمعرفته بقداسة وعقوبة ذلك الماء. هذه مال الكفار هيك، يعني القسم فيه كفارة وفيه عقوبة. لذلك سفلة الناس يعتقد أنه إذا أقسم بالله شيئا ونوى شيئا آخر يقول لك يجوز أنت ما طول. يعني مثلا يقول والله العظيم ما مسوي، وبقلبه يقول كذب. هذه بنعال ما حد يشتريها أجلكم الله. شنو السبب؟ لأن اللفظ معبر عن نية، فيؤخذ بظاهر القول، بمعنى مهما كان في داخله مأل قيمة، مأل تأثير. مخالفة القسم كفر وعقاب من الله عز وجل، لأنه استهتار بعقوبة الله، استهتار ورفض. لاحظ الله قال لك ترى إذا تحلف كذب أكسر ظهرك، هذا استهتار بعقاب الله. شو يسوي؟ يمزق تمزيق. هسه يمزق، حدد له التمزيق، لكن حدد له مثلا ورا 6 أشهر يطلع بسيارة حادث تنبتر ايديه ورجليه ويخليه مقطع، يدفع الثمن. الله هذا عجيب. ترى قد ما هو رحيم، إذا يعاقب يسقط للواحد الباري عز وجل. مسألة النية مسألة يعني لذلك القسم، معذرة، القسم معبر عن النية، لا يصح أن تكذب بها، لأن النية شنو؟ النية هي قلبية، لكن إن أردت أن تبين نيتك ما هي نوعيتها وماهيتها بانت باللفظ. وهناك إجبار لبيان اللفظ كحكم القسم. كحكم القسم مثلا أنت في محكمة شرعية، الله عز وجل قال لك على قسمك أنت تحاسب، على لفظك، وهنا النية خرجت من الموضوع. شنو السبب؟ لأن النية تحولت من عالم الوهم والخيال إلى وإرادة تفعل بالقلب إلى اللفظ. يعني كشفت عن نيتك وأنزلتها في عالم المادة وفي عالم الوجود وعالم المادة والكلام والحصر. فإذا أقسمت عليك أن تكشف عن واقع النية باللفظ، وأخرجتها من عالم الخيال والوهم وعالم آصف بن برخي التي هي لحظة ووضعتها هنا. أخباري
القسم خطير، مخالفته كفر وعقاب عجيب غريب. لذلك أنا اللي يقسم لي أخذ بقوله، ما لي علاقة يكذب أو لا، أعرف عمق الذي يجري عليه. فلا يصح أن يلفظ عند تلفظه بالقسم في بيان نيته، على هذا يحاسبه الله، لأن النية أصبحت كاشفة وليست هي قلبية. مثلا أنا نيتي الآن أصوم، أو في نيتي أقاطع شخصا، في نيتي أنا حر، يعني لطالما هي ليست في عالم الوجود، في عالم الوهم والخيال. لكني لو أكشف عن هذه النية بعد وأضفي لها عملية الإجبار. الإجبار هو القسم الذي أنت ملزم بالالتزام به، فهنا أصبح اللفظ حقيقة لا يمكن أن يكون كذبا. يعني أنت تكشف أنا بالنية ممكن أحكي ويا شخص أو ممكن ما أحكي وياه، أنت ما تعرف شنو نيتي ولا أعرف ما هي نيتك وغايتك. ليش؟ لأنها هذه بالنية إرادة تفعل بالقلب ولا زالت محصورة في عالم الوهم والخيال، لم تخرج إلى العلن فلا يعرفها أحد. إذا أخرجتها إلى العلن بجابر يجبرك على ذلك كالقسم، وجبت نيتك على لسانك تكون مطابقة 100%، لأنك عندك عامل جبر اللي هو القسم، فتكون مطابقة 100%. اللفظة يجب أن تكون مطابقة 100%، مطابقة لللفظ. فهذه هي النية. لذلك في شهر رمضان نية واحدة تكفي كل الشهر لطالما أنت تعرف ماذا تفعل. واحد يقول لك ليش ما تأكل وتشرب؟ قل له صايم، خلص. إلى هنا نتوقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.